سدات العديد من المؤسسات التعليمية اليوم الأبواب ديالها تفعيلا عن الإضراب اللي دعا عليه التنسيق الوطني تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر 2023، واللي قررته منظمة اليونسكو للاحتفاء بالنساء ورجال التعليم اعترافا بالدور ديالهم في تربية الأجيال. واختار المهندسون ديال التنسيق الوطني الزمان والمكان المناسبين للتعبير على المطالب ديالهم مشروعة، وكيأكدوا أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد كيتعتبر تراجعيا وفاقدا لأي مشروعية، وكيعتبروا أن مرسوم المسودة كان أكثر احتيالية وكيدبر فقط المسار المهني والحقوقي والواجبات، وكيتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، وكيكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية، وكينزع منه طابع الوظيفة العمومية. وندد التنسيق النقابي بمخرجات الحوار الاجتماعي اللي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق، ودعا إلى التشبث بمطالب الشاغلة في شموليتها والمطالبة بتنفيذ اتفاقية 19 و 26 أبريل 2011. وكذلك كيحمل الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشاغلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، وكيدعيها إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة للمشروع الشاغلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل محفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ويقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية.